هاخدكم معايا في رحلة من بورفؤاد لحد مطعم حجوجة، بس هعيشكم معايا الفايبس كلها. كل لحظة كل وقت قضيناه هتلاقيني بشرح لكم كل حاجة، حتى سعر الأكل وتفاصيل الأكل كلها. نزلنا من المعدية عادي، هناخد تاكس وهيودينا على موقف السوبر جيت. طبعا كلنا عارفين الموضوع، يعني انا بس بحب اعيش الناس الاجواء مش اكتر. وبعد ما وصلنا الموقف دخلنا علشان نحجز سوبر جيت. في قدامك كذا اقتراح، ممكن تركب جو باص او تركب سوبر جيت، يعني بلاش البيجو والميكروباصات والحاجات دي، خليك في الامان يعني. وفي اللحظة دي هتبدأ رحلتنا اللذيذة. انا عايزكم تستمتعوا وتركزوا بقى في كل حاجة، بس لو انت وصلت لحد هنا اوعى تكون ما عملتش لايك، علشان انت هتتبسط في الفيديو جدا. طبعا بورسعيد دي محافظتي اللي بعشقها، بس ده ما يمنعش ان انت بتحب تغير جو او تروح لمطعم مثلا يكون بيعمل حاجة جديدة، بتغير ثقافة او فكر في الاكل مش اكتر. واحنا في طريقنا كده الباص بتاعنا عطل، فانا يعني هقترح لك ان انت تركب جو باص. شيل من دماغك بقى اقتراحات السوبر جيت، لان لو عطل بيك في الحر ده انت هتكره حياتك اساسا. واللي هيعلق ويقول له انتوا لابسين شيت وليه وانت بتقول حر ومش حر، لا ده كان من الشهر اللي فات، والحمد لله كان الجو يعني ما بين كده وما بين كده، فكنا بنأمن نفسنا مش اكتر. يلا بينا على الرحلة، سيب لي نفسك خالص. ووصلنا اول وجهة بتاعتنا واللي هي مول سيتي سنتر الماظة. طبعا كلنا عارفينه، ده مول جديد يعتبر بقاله فترة صغيرة، ولكن هو لذيذ، بيبقى صغير يعني وبتقدر تتحرك فيه براحتك، والدنيا بتاعته حلوة يعني. واحنا اصلا كناس داخلين مرهقين من السفر، بنكون عايزين مكان نكون هادي كده او مكيف، نقعد نشرب حاجة او كده لحد ميعاد الغدا. وفعلا نزلنا يا دوبك يعني، مشينا قدامنا كده زي ما انت شايف، نزلنا من على السلم وصلنا لاخر الطريق ده، ورجعنا على الكافيه اللي على شمالك ده اللي اسمه ديب. قعدنا شربنا الكوفي بتاعنا، ظبطنا مزاجنا ساعتين 3 ولا ساعتين مش فاكر بالظبط، واخدنا بعضنا وقمنا توجهنا على مطعم حجوجة. واخيرا رحنا علشان نتغدى في حجوجة. طبعا بقى زي ما انت شايف او انت عارف ان طبعا بيبقى فيه ويت ليست كبير جدا، ولكن قعدنا استنينا دورنا والحمد لله دخلنا. يلا علشان نعمل الاوردر بتاعنا. لا دي شوكة انا ما كنتش عارف افتحها، يعني حاجة معقدة كده، فالحمد لله يعني سألنا وعرفنا. اول حاجة بقى طلبناها في المكان، طلبت شوربة لسان عصفور، لان انا بحب ابدأ بيها الاكل اساسا، وهو ما شاء الله بينزلها بسرعة وكانت حلوة جدا. ولكن يعني اللي انا هقوله بعد كده، يعني بالنسبة لي شوربة اللسان دي هتبقى احلى حاجة. طلبنا طرب، نص طرب، وجبنا ورق عنب بالكوارع، والحاجة التانية جبنا رز معمر، وجبنا رز بالشعرية، وورقة كبدة، وورقة سجق، وورقة لحمة، ورقاق بالبط، وجبنا كفتة عادية، وجبنا رز معمر. باختصار كده بقى بالنسبة للطرب فهو كان عادي مش مميز خالص، انما ورق العنب بالكوارع فهو كان يعتبر بيتي بحت. تحس ان انت بتاكل اكل بيتي من غير ما تحس ان هو حرش كده. عارف الميزة بتاعت الاكل الحرش اللي هي مختلفة شوية عن اكل البيت، دي مش موجودة عندهم خالص خالص. ازاي الفرق كده ما بين الكشري البيتي والكشري اللي انت بتشتريه من بره، بيبقى حرش كده شوية اللي بيجيبه من بره ده. ما علينا، نخش بقى في الرز المعمر، وهو شبه الرز بلبن. انا ما بحبوش ونصحتهم بلاش يجربوه لان انا جربت قبل كده. انما الرقاق اللي قدامك في الصورة ده فدي ابشع تجربة في حياتي، ده اكتر حاجة زفرة ممكن اكون دخلتها في بقي، انا ما حسبتش عليه. انا اصلا ما نصحتهمش بحجوجة يعني، بس كان اصرارهم ان هم يجربوا الترند والزحمه والشو، فده اللي خلاهم يبقوا عايزين يروحوا المكان ده. ولكن هو عادي جدا بصراحه، وده شيك طبعا، يعني مش هنمشي زعلانين، فقلنا نصالح نفسنا ونروح نقعد في مكان لذيذ. فرحنا قعدنا فين؟ في برنسس ده اللي ما يعرفوش فده من الكافيهات اللذيذه جدا اللي معروفه في القاهره جدا، وهو يعتبر شريك فيه محمد رجب الممثل. طبعا زي ما سفرتك لازم ارجعك بلدك. بص بقى يا باشا، انت دلوقتي عندك تو اوبشن، عايز بقى تسهر براحتك وترجع براحتك، وترجع الساعة 2 بالليل 4 الفجر تلاقي مواصلة نظيفة توصلك، ولا عايز ترجع الساعة 11 بالليل. فالحل الأولاني اللي هو ترجع 11 بالليل ده هتركب سوبر جيت عادي. طيب لو هتركب 1 أو 2 بالليل بس بتحجز من بدري قبل ما تمشي من المكان ده، بتحجز من الجو ميني ده ميكروباص بس هاي اس، بيكون لذيذ وبيجري على سرعة معينة ومش متهورين، بيبقى عندهم ليميت للسرعة، فده كويس جدا وبيسهر معاك علشان لو انت مش معاك عربيتك. وبس، السلام عليكم.